في المباراة القادمة هنا في هذا المسرح أمام منتخب تنزانيا، أو ممكن تتأجل الأمور حتى الجولات القادمة بالنسبة لوليد الركراكي. لكن الأهم والمهم أن التوليفة الأساسية الليلة فيها 8 لاعبين شاركوا في مونديال قطر، أساسيين رسميين بالنسبة لوليد الركراكي في هذه الليلة المهمة جدا، الذي يريد فيها المنتخب المغربي أن تستمر الانتصارات متتالية متوالية متواصلة، على اعتبار أن وليد الركراكي حتى الآن يتصدر أرقام المدربين اللي دربوا المنتخب المغربي، لأنه يبحث على الانتصار العاشر على التوالي بين تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات المونديال. في انتظار الصافرة وليد الركراكي اليوم في توليفته وتشكيلته يسارهم أمامكم. هنا الكرة الخطيرة، فرصة في المرمى، يلا من ضربة يا رحيمي، أول كرة أول ضربة أول 20 ثانية وفرصة لسفيان رات. اليوم في الجهة المقابلة لدينا مدرب كومي ورقم 7 دانيال سوسا تركي يواجه وليد الركراكي في هذه الأمسية. يقول لك الليلة لابد أن تستمر الأرقام، لا ويضغط العرضية هذه خطيرة، تسديدة قوية، ياسين بونو في المكان السليم ينقض على الكرة لمصلحة المنتخب المغربي، فاز على تنزانيا. كرة ملعوبة، أشرف الكابيتانو يحاس. هنا العرضية في القائمة الثاني، المحاولة صافة أمام المغرب، لأنه قانون تصفية صدر مجموعته يتأهل بشكل مباشر، والمقاعد اللي منحتها الفيفا 9 مقاعد ونصف تقريبا، ال9 الأوائل يتأهلون بشكل مباشر. دار يا وليد ولا تخسر الرهان وتكمل عزت جبريلة، ضغط على اليمين خطيرة جدا، يحاولون من بعيد، يوسف آليو بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، والكرة تضيع. ركلة مرمى تذهب مباشرة إلى أشرف حكيمي بعد التاريخية، أبرزهم طبعا نور الدين النيبت اللي لعب 115 مباراة في فترة 90 عام 90 حتى عام 2006. دفعت على طول في تصاعد كبير من 35 مليون يورو إلى 45 مليون يورو، وبالتالي تتحدث عن قيمة سوقية فنية كبيرة. الجول مسألة وقت يا نصير. مدربا لاتحاد طنجة، مدربا للوداد، مدربا للفتح في فترة من ينسى التسعينيات. القائمة الثاني هنا الرأسية، والكرة خطيرة جدا اليسرى. بدأ الفريق الأبيض يكتسب الثقة في المباراة. سوسة يحاول التغطية من جواد، الرجل خلاص أصبح هو الكابيتان، ونايف أقرب بعيدة، مسألة خطيرة فوق المرمى، ثم ديجون ثم رين ثم ويست هام ثم ريال سوسيداد كإعارة. اليوم في ريال سوسيداد كإعارة واحد من المدافعين المميزين، أمريكا والمكسيك وكندا، اللي عامل لعبة طويلة إلى أشرف حكيمي استلم اليمنى، المحاولة من إبراهيم دياز، عز الدين وانتو، لكنها راحت وضاعت. ركلة مرمى لمنتخب الأسماء اللي قدمت التاريخ الكبير جدا. ممتاز، ممكن العرضية في القائمة الثانية، الرأسية في المرمى يا نصير، كرة ضاعت مرة أخرى، فرصة أخرى تضيع من طرفي. يطلب الكرة من الحارس مامادو كاسالي. مباريات مسألة انتظار كيف ستكون الأمور. خطيرة جدا، خطيرة للنيجر وحكيمي بينية في العمق، هذه خطيرة. حكم المباراة يقول أنها ركلة مرمى بالصغير في الجهة اليسرى. الكرة تعود من جديد في الأولمبياد في ثاني، والمصطفى المعطي الخراز كذلك كان حاضر النيجر عبر كل التاريخ. الكرة تلعب طويلة، السيطرة لازالت حاضرة، مسألة وقت تقريبا، بينما الكرة تعود من جديد في نهاية هذا العام. الكرة العرضية هذه المرة بعيدة، السرعة موجودة، أشرف حكيمي خطأ أو سقوط أحد اللاعبين. هذه الفرصة تدخل كان قوي ومميز من طرف بورييما كاتكوري. هذا وكاتكوري هنا في هذا المسرح بعيدا جدا عن كل المنافسين. وناحب الراس خطيرة هذه ليوسكين بدون خطورة كبيرة، في اكتساحها لتشاد تؤكد حضورها. حتى الآن ما فيش تمشي في الجهة اليسرى، البينية في العمق خطيرة إلى الجهة اليسرى مع يوسف نصيري. هنا الراية التسلل كان حاضر من سفيان رحيمي.
اقترب من النصف ساعة الأولى من عمر المباراة. هنا الكرة تلعب على الكومبي، ثلاثية نظيفة بينما الكرة فيها مرور لأسود الأطلس في محاولة البحث بينما تأخر في التمرير. الحكم يؤكد أن الخطأ موجود لأسود الأطلس. هجمات متواصلة، لابد من الضغط العالي. هنا سفيان رحيمي يحط الكرة، عودة اليو يا اليو الكابيتان يوسف. المنتخب المغربي ممكن يجيب لك حل بمرافقة القادمة للأسود. هنا العرضية في القائمة التسيري، أشرف يبحث عن الكروس. هنا العرضية في رحلة البحث عن الجول الأول، الراسية يا يوسف النصيري في كرة كانت قريبة جدا. هذا هو يوسف النصيري اللي يريد أن يصل إلى رقم. هذه خطيرة يا سفيان إلى تخرج من قلب المرمى. يوسف النصيري أمام الشباك كاد يفتح الطريق، يبحث عن العرضية في القائمة الثاني. أطلس عن طريق أشرف حكيمي، إبراهيم دياز. فرصة للنيجر. هنا العرضية، هنا الرجعة اليمنى وصلت إلى كمال، كان يعبر حتى خطيرة لعز الدين. كان عنده بعض الفرص وكان قريب جدا من الوصول إلى الشباك. حديث عن بدو الزاكي وفريقه حتى الآن. الياس العرضية رأسية خطيرة في المرمى، سجلوا في مرمانا، دونوا في مرمانا، وصلوا إلى شباكنا عن طريق عمر ساكو. هو اللي أنقذ مرماه من هدف كان محققا للمغرب. لسه نتكلم عن الارقام وعن القيمه في الاحلام للنيجر ولا في الاحلام. الكره العرضيه في القائمه الثانيه، سفيان رحيمي بالراس، هذه فوق الشباك الخارجيه يا رحيمي، هذه ضائعه، وبالتالي ركله مرمى لمصلحه منتخب النيجر، لمصلحة يلعبها إلياس بن صغير يريد أن يخترق. بن صغير قوية يا بن صغير، الله يا إلياس. الحلول الفردية مرة أخرى وتسديدات من بعيد، عنوان آخر موجود لحلول المغرب من أجل العودة. رفقة نصير. هنا العرضية بلال الخنوس، كل ثقله الآن. الزلزولي راح، مر الزلزولي، العرضية في اليسار، صعب الحلول البينية خطيرة بعيد، وصلت إلى مان. هنا العرضية، هنا الراسية في الجول. الله، دخل ليدون، دخل ليسجل. عاد الأسود عادوا. نعم سجلوا يا سادة. التعادل يأتي وأهداف أخرى في الطريق. المهم الذي يجري. ولا العرضية خطير، حدا إبراهيم دياز إلى النصيري. السرعة لنجم الملكي في محاولة حتى لنصير. مزراوي في كرة ممكن يلعب الكرة خطيرة للأسود. أشرف حكيمي بينية والكرة والحارس مامادو كاسالي. يا له من كرة لما يستلم إبراهيم دياز. مزراوي غير رأيه، دياز يستكف في المرمى. الله، مغربية الثانية ويتقدم في الوقت اللي شوف الهربة عليك، حطاله بوم في المرمى تكنيك ولا أجمل ما في المباراة. السباري أعادنا.